أحد أعضاء البعثة اللي هم كانوا عضوات فيها بعثة طلاب مصر إلى ذلك المحفل الكبير في لوس أنجلوس منذ قبل أيام قليلة. كان طالب مصري آخر اسمه عبد الله عاصم. بكل تأكيد حضراتكم تابعتوا تفاصيل الموضوع في الأيام القليلة الماضية، وهو فضل ألا يعود، ودي مسألة طبعا تثير الكثير من الشجون. بعضها يتعلق ب فتى مصري واضح انه ربنا اداله موهبة واخترع حاجة تعب فيها علشان يساعد بيها الناس اللي مرضى بالشلل الرباعي، والآخرين اهتموا بيه أكتر. هو له مشكلة وجهت إليه اتهامات معينة، ثم سمح لي بالسفر بعد ما كان حرم من السفر بطريقة هو شايف إن كانت مهينة، والرأي العام بشكل عام في وقتها تعاطف معاه. وبعدين لما جت البعثة ترجع من مصر هو فضل إنه ما يرجعش. ففي البعض في مصر تحامل عليه، البعض إلى حد بعيد، البعض شتمه وسبه بعيدا عن أي انتماءات سياسية. هو كتب قال أنا ماليش انتماءات سياسية، ودي مسألة ترجع له. ورغم كده بيقول يمكن ما أخدتش مركز، بس على الأقل كانت تجربة رائعة وفخور إن الفريق المصري راجع بجائزة تشرف مصر. ده ولد واضح إنه بيحب بلده، ورغم إنه هو ما فازش إلا إنه بيتمنى كل خير وبيبارك زملائه وزميلاته، وهو فخور بيهم إن هم رفعوا راس مصر. مش عايز أتكلم كتير في الموضوع، لكن أنا واحد من المصريين اللي يأسى ويحزن كثيرا عندما يتهم صبي مصري اشتغل كويس، بغض النظر له انتماءات ولا لا. هو بيقول أنا ماليش انتماءات، مسألة لا تدخل في الحسبان على لا من قريب ولا من بعيد. إذا كان في اتهامات يمكن أن تثبت ولها أرجل، إن كما وجه إليه أنه هو تظاهر بشكل مش مظبوط أو أنه حرق سيارات كما يقال أو سمعنا في الإعلام، دي مسألة أخرى والمفروض تاخد مجالها. هو ينكر أنه عمل ده. وخلوني اسمحوا لي أن أنا أقرأ حاجة هو كاتبها أول امبارح على فيسبوك. بتقول ناس كتير بتبارك لي وناس كتير بتكتب تعليقات تقول إنها سعيدة إني أخدت القرار ده، إن هو ما يرجعش مصر يعني. بس الحقيقة أنا مش مبسوط. أنا فعلا كنت راسم لحياتي طريق تاني، وكان نفسي أعيش وسط أهلي في أسيوط، كان نفسي أخدم بلدي وأنا في الصعيد، أقدم علمي وأفضل لآخر لحظة وسط أهلي وناسي. لكن كل ده تبخر في لحظة. القرار اللي أنا أخدته قرار صعب جدا، ولولا إني لقيت مصريين محترمين ساعدوني في اتخاذ القرار ده كنت ممكن أضعف وأرجع واترمي في أي سجن ومحدش يسأل عني. النهاردة شفت مفارقة غريبة ومحزنة، شفت فيديوهات لفلانة وفلانة بيشتموا فيا وفي أهلي علشان خفت أرجع. أيوة أنا خفت أرجع، ومين فينا ما بيخافش؟ خايف أعتقل بالسنين أو أتسجن بلا محاكمة أو أموت بلا تمن. وفي نفس اللحظة اللي شفت فيها الفيديوهات شفت هاشتاج الشباب عاملينه باسم ارجع يا عبد الله علشان عربية الخضار. ناس بتبارك لي وناس بتشتمني وناس بتتريق، وأنا في النهاية قررت أعيش كإنسان. ده سواء من المدخل الإنساني أو من المدخل الوطني. أولا أنا سعيد وفخور أن بلدي فيها صبي بيتعب ويذاكر ويجتهد ويوصل لحاجة إيجابية يساعد بيها ناس ما كانش ممكن يتساعدوا إلا إذا كان في ناس زيه بيحاولوا يعملوا الحاجة زي دي. أنا يسوءني أنه أسمع أصوات في بلدي تشتم طفل، و له أهل بيسمعوا الكلام ده، ومع شديد تقديري أنه في اتهامات موجهة إليه من جانب بعض السلطات، ومع شديد تقديري أنه ممكن يكون ده، إلا أنه هو بينكرها. إحساسه بأنه خايف أنه يظلم في وسط ده لازم يؤخذ في الحسبان، ولازم يتحط في إطاره
وسياقه المظبوط. أنا عمري ما كنت أفضل إن أنا أتكلم على الكاميرا بشكل مباشر، وده مش أسلوبي، واللي يتفرج على برنامجي عارف إن ده غريب عليا. لكن أنا بقوله من منطلق مصري وطني بحت، بيعتز بكل مصري، وخصوصا الأجيال الصغيرة اللي من 3 سنين ونص بدأ عينيها تفتح على إنه حلمها ممكن يطلع لبره، وإنه نطلع مرة أخرى وندخل البخار ده هيبدأ يتكثف وهينفجر فينا مرة تانية كلنا. وإذا ما سمحناش للأجيال الجديدة إن هي تبدأ تعبر عن نفسها في إطار احترام المجتمع بشكل عام باجتهاد، زي ما عمل عبد الله أو البنات الموجودين معانا أو كل طفل وشاب وشابة مصرية بيعتزوا بالبلد وبيحبوه، لكن يراد ليهم إن هم يكرهوه، أنا بقول لعبد الله من هنا بغض النظر عن انتمائك السياسي، شكرا ليك إنك ذاكرت، شكرا إنك تعبت، شكرا إنك رفعت راس بلدك، شكرا لإنك حاولت تساعد الناس العجزة اللي عندهم شلل رباعي إنه يتواصلوا. وعايز أقول لك مرة تانية، فرق ما بين بلدك وتراب بلدك اللي بتحبه واللي هترجع له تاني أنا متأكد، وما بين أي موقف لحظي. فرق كبير قوي ما بين مصر وطين مصر وشعب مصر من ناحية، وما بين أي سلطة أو أي أجواء عامة ممكن يكون فيها أي حسابات أخرى. ده كل اللي أنا عايز أقوله دلوقتي، وأوجهه لكل طفل وكل شاب مصري عايز يجتهد وبيحب البلد دي وعايز يفضل فيها. مش عايزين نفضل بلد طارد لولاده النضاف اللي بيخافوا وبيحبوا البلد بجد.